ليكيب اليوم رحنا لمدينة تلمسان وزرنا بعض مناطق سياحية نخليكم تكتشفوهم معنا. الحاجة الأولى اللي زرناها هي معهد الدراسات الأندلسية اللي يعتبر تحفة فنية، ما عندهاش بزاف من اللي تبنى وخدموه يشبه قصر الحمراء بغرناطة الإسبانية، ولاو يقدوا يدخلوا له الزوار لجمال هذه المنطقة والتحفة الهندسية. وبعدها رحنا لمكان ثاني اللي هو قلعة المشهور، تبنات في أوائل القرن الثالث عشر في الفترة الزيانية اللي كانت فترة النور والإبداع، والداخل راح تشوفوا الديزاين والارت الأندلسي الإسلامي فريمون خوتي تحفة معمارية. وهذا القصر داروا له ترميم في 2011 لأن مدينة تلمسان صنفت عاصمة الثقافة الإسلامية، وراح تلقوا بعض الغرف داخل حاطين فيهم ملابس تقليدية للرجال والنساء. وهنايا تقدروا تطلعوا تشوفوا القصر كيفاش يبان من الفوق، وصراحة معلم سياحي بامتياز. ومن موراها رحنا المسجد منصور اللي تبنات في الفترة المارينية من طرف السلطان أبو يعقوب الماريني في عام 1303، والمأذنة كان فيها 38 متر في الطول. وتخيلوا هنا خوتي كان كاين واد يهود من الهضبة حتى لعند الباب المسجد وين كانوا يتوضوا فيه المصلين قبل ما يدخلوا يصلوا. وبلا ما نسوا منطقة لالا ستي اللي جايه في اعالي مدينه تلمسان وين تقدروا تشوفوا من الفوق كاع المدينه. وبعدها رحنا مغاره بني عاد ليغوت، وهذه المغاره تعتبر من بين المغارات الكبار في العالم، وداخل راح تشوفوا صخور مشوكه في كاع المغارات، وهذه الصخور تكونت بالماء تاع الامطار. الحاجه اللي حيرتني خوتي سيكو درجه الحراره الداخل راح تلقوها دائما 13، تقعد هي في لي 4 سيزون، وكي تخرجوا من المغاره راح تلقوا وين تشوفوا دي سوفينير على هذه المدينه العريقه. مع الاخر خوتي مكاش كيفاش تخرج من مدينه تلمسان وما تشريش الكحك تاعها. ان شاء الله خوتي مشي المره الاخيره. سلام.